أهلا بحضراتكم. في التحليل السريع بتاعنا النهاردة هندخل على طول في المضمون ونجيب الخلاصة. هنمسك الروتين اليومي للناس اللي محققة نجاحات مرعبة ونفككه ونحوله لمعسكر تدريب ذهني تقدروا تطبقوه في حياتكم من بكرة الصبح. تخيلوا كده تصحوا الصبح عندكم طاقة رهيبة، تركيز زي الليزر، وكاريزما بتفرض حضوركم في أي مكان. على فكرة ده مش سحر ولا جينات، دي شوية عادات صغيرة، ويلا بينا نبدأ التدريب. خلينا نكون صراحة، عمركم سألتوا نفسكم إزاي العظماء والناس النخبة دول بينجحوا؟ دايما بيجي في بالنا إن أكيد عندهم قوة خارقة، أو يمكن اليوم بتاعهم 48 ساعة مش 24 زينا. بس الإجابة ببساطة هي لأ، هم مش أذكى مننا في حاجة. الفكرة كلها إنهم بيلتزموا بعادات يومية صغيرة جدا. العادات دي بتتراكم فوق بعضها وتعمل نتائج ضخمة. يعني ببساطة مفيش حاجة اسمها ما عندناش وقت، في حاجة اسمها إحنا محتاجين ندير وقتنا أحسن. وعشان كده خريطة الطريق اللي هنمشي عليها النهاردة متصممة مخصوص للمحترفين المشغولين، وهتمر ب6 محطات سريعة: عقلية التغيير، الصفاء الذهني، تغذية العقل، إدارة الذات، طاقة الجسم، وأخيراً خطة العمل. خلونا نبدأ بأول نقطة، عقلية التغيير وإزاي نمتلك الصبح بتاعنا. دايما بنشوف صراع بين الرغبة المستحيلة في إن اليوم يطول ويبقى 48 ساعة، وبين الواقع اللي النخبة عايشين فيه وهو التبكير. السر هنا إن معظم الناجحين بيصحوا قبل 6 الصبح. ليه بقى؟ عشان يسبقوا دوشة الإيميلات ورسائل الواتساب وطلبات البيت. مجرد إننا نصحى بدري نص ساعة بس، ده بيدينا سيطرة كاملة على إيقاع اليوم كله من أول دقيقة، وبدل ما اليوم هو اللي يسوقنا، إحنا اللي بنسوقه. تاني محطة معانا الصفاء الذهني، وإزاي نصفي الدوشة اللي جوانا. الأرقام دي بسيطة جدا وتقدروا تطبقوها بسهولة. من 30 ل 60 دقيقة بس، ده الوقت اللي ممكن نستقطعه من تصفح السوشيال ميديا أو الفرجة على التلفزيون. تخيلوا إن مجرد المشي اليومي للمدة دي في الشارع أو النادي من غير موبايلات ولا شاشات ولا أي تشتيت بيعمل ديتوكس سريع جدا للمخ وبيغسل الضغط المتراكم من الشغل. العادة دي بالذات حاسمة ومهمة لأبعد الحدود. ستيف جوبز مثلا كان بيمشي لساعات طويلة عشان يقدر يوصل لأفكار عبقرية زي الآيفون والآيبود. المشي بيضخ الدم للدماغ بشكل ممتاز، بيقتل التوتر، والأهم إنه بيفتح أبواب الإبداع اللي بتكون مقفول عليها بالضبة ومفتاح بسبب زحمة الشغل والمسؤوليات. وعشان نحافظ على اللياقة الذهنية دي، في التزام تاني أسهل بكتير، من 10 ل 15 دقيقة بس من الصمت أو التأمل. عارفين دي ممكن تتعمل وإحنا قاعدين في العربية قبل ما نطلع البيت أو ندخل المكتب. وقت بسيط جدا، مش هياخد حاجة من يومكم، لكن مفعوله سحري بجد. قوة الصمت دي يا جماعة مش رفاهية ولا تضييع وقت، دي حرفياً بتزود التركيز جداً، بتقلل القلق وبتقوي الذاكرة. أساطير في مجالاتهم زي راي داليو أو كوبي براينت كانوا بيستخدموا الطريقة دي عشان يبنوا تركيز حديدي ما يفصلش. اعتبروها بالظبط زي تمرين الإحماء اللي بنعمله لعضلاتنا، بس المرة دي لعضلات المخ. المحطة الثالثة تغذية العقل والنمو المستمر. لو بصينا على أولويات أنجح وأشهر مستثمر في العالم وارن بافيت، هنلاقيه بيقضي 80% من وقته في القراية. متخيلين؟ القراية كل يوم بتوسع المدارك وبتضاعف الذكاء بشكل مش طبيعي. وبالنسبة لأي شخص مشغول، القراية مش مجرد هواية أو رفاهية، دي استثمار مباشر في نفسك وعائد مضمون 100% على عقلك ومستقبلك. طيب لو الجدول زحمة جدا ومفيش وقت للقراية، الخطة البديلة واضحة وسريعة. اتعلموا حاجة جديدة تماما كل يوم، حتى لو ربع ساعة بس. ممكن بودكاست أو كتاب صوتي وانتوا في المواصلات أو سايقين. الربع ساعة دي بتحافظ على شباب الدماغ وبتبني مرونة ذهنية تخليكم تقدروا تتعاملوا مع أي أزمة مفاجأة تضرب في الشغل. المحطة الرابعة إدارة الذات واقتناص العبقرية. في تناقض مرعب بنشوفه كل يوم بين عقل زحمة ومشتت ودايما بينسى الأفكار المهمة وسط الضغط، وعقل تاني عظيم ومنظم جدا. إيه السر؟ التدوين اليومي، إننا نكتب أفكارنا أو حتى نسجلها في رسالة صوتية لنفسنا. تفريغ الدماغ أول بأول بيفضي مساحة للإبداع، وكمان بيحمينا من الاحتراق الوظيفي اللي كلنا بنخاف منه. وهنا نوصل لسلاحنا السري، وقفة القوة. دي عبارة عن وقفة جسدية وافقة، ظهر مفرود وراس مرفوعة لدقيقتين بس قبل أي موقف فيه ضغط عالي، زي برزنتيشن مهم أو انترفيو مصيري. دي حيلة جسدية سريعة جدا، النخبة بيستخدموها عشان يفردوا الكاريزما وحضور فوري. العلم هنا قاطع ومفيش فيه هزار. الوقفة دي اللي دقيقتين بتغير كيمياء الجسم تماما، بتزود هرمون التستوستيرون اللي بيدي شعور بالثقة، وبتقلل هرمون الكورتيزول اللي بيسبب التوتر والقلق. يعني الكاريزما هنا مش مجرد تمثيل، دي كيمياء حقيقية بتحصل جوه جسمكم وتقدروا تتحكموا فيها وتطوعوها لصالحكم. المحطة الخامسة طاقة الجسم والأساس البدني. هنا بقى مفيش مساحة لأي أعذار. 20 دقيقة تمرين كل يوم،
الحركة دي مش عشان بس نعمل فورمة أو نحسن شكلنا، دي بتبني قدرة تحمل، مرونة ذهنية، وثقة بالنفس ملهاش حدود. صدقوني مستحيل تبنوا عقل قوي وصافي جوه جسم مجهد وتعبان. الجسم القوي هو الأساس اللي بنبني عليه كل حاجة تانية. والرقم ده بالذات غير قابل للتفاوض، من 7 ل 8 ساعات نوم يوميا. من غير فترة الاستشفاء دي كل عادات الإنتاجية اللي اتكلمنا عنها دي هتنهار ومفيش حاجة منها هتشتغل. النوم هو الأساس القوي لفلترة الذاكرة وتجديد الطاقة عشان نصحى جاهزين ليوم جديد بتركيز كامل. المحطة السادسة والأخيرة خطة العمل وقاعدة ال3 عادات. وعشان نشيل من عليكم أي ضغط، خصوصا للناس المشغولة اللي بتبدأ طريق التطوير لأول مرة، وعدنا ليكم هو اختاروا 3 عادات بس من العادات دي. تطبيق 3 عادات بس بانتظام كل يوم هيعمل نقلة نوعية في أدائكم وحياتكم كلها خلال أسابيع قليلة جدا. مش لازم نعمل كل حاجة مرة واحدة. وده كان مجرد تسخين. قريب جدا في الجزء الثاني من التحليل ده هنكشف عن ال10 عادات المتقدمة اللي بتبني كاريزما النخبة، بتطور طريقة الكلام وبتحسن الحضور والتأثير بشكل مذهل. ودلوقتي التحدي الأهم لحضراتكم، إيه 3 عادات هتبدأوا تنفذوها من بكرة الصبح؟ التغيير دايما بيبدأ بقرار ومفيش وقت نضيعه. فكروا، اختاروا، وابدأوا التنفيذ فورا. النجاح مش صدفة بتخبط على بابنا، النجاح عادات بنبنيها كل يوم.